احنا جينا قالوا لنا ان الولد في العمليات، اكتشفنا ان الولد عنده نيابه وبيعدل اقواله عشان ابن اخوك. امبارح يقول في تحقيقات النيابه ان ضربت واتسحلت، وده خلاني ان انا في مرحله الهرب من الضرب ده ضربوني وانا من الشباك، ويجي النهارده يقول لي ان انا ما اتضربتش من حيث المبدا خالص. يبقى انتوا الناس كنتوا بتبتزوا جهاز زي جهاز الداخليه. وايه اللي حصل تاني؟ وقال لي الكلام ده امبارح عشان دلوقتي اللي بيتعمل فوق دلوقتي انهم بياخدوا اقواله عشان يقول ان هو ما اتضربش. انا محامي، استاذ صحفي، استاذ من المنظمه المصريه للانسان، جاي لنا دلوقتي فوق صحفي قناتين فضائيتين يصوروا. لو عند ابنكم ليه حق وانتوا عارفين الحق، لو انتوا كملوا للنهايه. امال نبيل فين؟ نبيل اتفق معايا امبارح على 4 حاجات. قال له اقعد عليه وقلت له امي، قال انا هيعالجوا الولد على اعلى مستوى، ماشي. هيدوا للولد تعويض مناسب يتعالج منه، ماشي. هيوظفوا الولد، ماشي. اللي غلطه هيتحاسب، ماشي. مقابل ان احنا نتنازل، قلت له ماشي نتنازل بس نطمن على الولد. احنا ماشيين على هذا الاساس. نبيل راح اتفق ان هو هياخد 10000 جنيه ولا هيتعالج يعمل عمليه، بس يتنازل وغير اقوال يقول انا لا اتضربت ولا حد قال لي حاجه. انا اطلع اسال نبيل بقى. هيبقى فين نبيل؟ فوق. طب ازاي؟ طب اضرب امال هو جاي؟ اتعمل ازاي؟ قلت لهم يا جماعه نتنازل ماشي، بس ما نقولش ما اتضربتش. وجماعه كلمي الدكتوره عايده من القاهره، مركز النديم للفن. دكتور عايده سيف الدوله. والله بتلخبط انت. ايوه والله انا جاي من منظمه امبارح، كلمت استاذ نبيل، ما عنديش اي حاجه كلمته امبارح اكتر من 6 مرات. المهم ان نبيل هو اللي بدا شكوى تمام.